هلا والله معاكم ده مقطع جديد. يا الله يا جماعة الخير، أكثر شيء بصير من وراه مشاكل بين المشاهير هو الزواجن حرفيا، وخصوصا إذا كانوا يوتيوبرز. أول ما يصير عرس لاثنين يوتيوبر ومشاهير بتبلش تطلع المشاكل. والله ماني عارف أنا اليوتيوبرز أو المشاهير إمتى بتتعلم من هذا الشيء، إمتى تتعلم إنه الشغلات الشخصية يا حبيبي لا تطلعها على الإنترنت، لا تطلعها للكل. والله ماني عارف. طبعا أكيد كلكم بتعرفوا بعد أي عرس حتى للناس اللي مو مشاهير، الناس اللي مثلي ومثلكم، ببلش يطلع حكي على أهل العروس وعلى أهل العريس، على شكل العروس وعلى شكل العريس وعلى التحضير بالكامل وعلى العرس بالكامل. والكلام بيطلع من الطرفين، من طرف الناس المعازيم اللي من طرف العروس والمعازيم اللي من طرف العريس. فالمشاكل بالأعراس أو الكلام اللي بيصير بالأعراس يعني لسه زيادة. فما بالكم لو كان هذا الانتقاد وهذا الحكي كلياته عم يطلع من مشاهير، لأنه أنت عازم واللي حاضرين كانوا مشاهير. فلك أن تتخيل يا عزيزي السامع قديش المشاكل رح تكون كبيرة ورح تكون منتشرة بشكل مو طبيعي. والله متى المشاهير بتتعلم أنا ماني عارف. طبعا بمقطع اليوم بحكي عن مشكلة أحمد أبو الرب وبرهوم مرعاوي اللي صارت بعد عرس أسامة مروة وشيرين. بس أكيد يعني قبل ما نبدأ، هاي أجمل التعليقات من آخر مقطع، الله يسعدكم يا رب. والله تعليقاتكم تعطيني حافز إني أسجل المقطع اللي بعده. فيعني اكتب لي رأيك أكيد بهذا المقطع، اكتب لي أي كومنت جميل مثلك، وحط لايك واشترك في القناة لو ما كنت مشترك، كل هذه الأمور الجميلة. والآن خلونا نبدأ. اوكي، الموضوع كله بلش بعد عرس شيرين وأسامة. نزل برهوم مقطع ريل بيعمل فيه ردة فعل على العرس، راح أعرض لكم جزء من هذا المقطع. طبعا هذا جزء من مقطع برهوم، حرفيا كان فيه ساكت بالمقطع كامل، ولا كلمة يعني، ولا ردة فعل، يعني ردة فعل بس بالتعبير كانت، اوكي، ردة فعل بالتعبير بدون ما يحكي ولا اي كلمة وبدون اي تعليق. وطبعا هنا تدخل احمد ابو الرب وتكلم عن الموضوع وتكلم عن برهوم وقال له يا حبيبي احلب بابداع يا عزيزي صانع المحتوى، هذا اذا كنت صانع محتوى. وهنا بدأت المشاكل بين فانز احمد ابو الرب وعلى الفانز الثانيين وفانز برهوم ومن كل مكان. في ناس صارت تتهجم على احمد انه انت محتواك كان بالضبط نفس محتوى برهوم، فليش طالع قاعد عم تنتقده؟ واللي انا الصراحه ما بتفق معاهم 100%، لانه احمد ابو الرب صح انه كان محتواه نفس محتوى اللي بيقدمه برهوم، ولكن بحياتي ما شفت احمد ابو الرب منزل مقطع بتمسخر على مناسبه معينه بدون ما يحكي ولا اي كلمه. حرفيا لو كان بده يحكي على شيء كان يطلع ويحكي، ما كان ينزل مقطع بس برياكشن الوجه، واللي بصراحة أنا من وجهة نظري كان مسخرة، كان مسخرة على العرس. يعني صح إنه كان نفس المحتوى بس الطريقة تختلف. صدقوني الطريقة جدا مهمة، بين انك تطلع وتحكي رأيك بكل صراحة وبكل جراءة وتحكي عن الاشياء الغلط والسلبية اللي صارت واللي انت ما حبيتها، وبين انك انت تنزل مقطع بدون ما تحكي ولا اي كلمة وفقط بتعابير وجه يبين انه انت مو عاجبك الموضوع بالكامل. ففي فرق كبير صراحة. واكيد يعني كان في ناس تانية تهجمت على برهوم وكلام كثير صار بيناتهم. وفي نقطة لازم تتوضح للكل، انه احمد ابو الرب وبرهوم اصحاب، يعني ضايفين بعض على الانستغرام، واتوقع عادي في بيناتهم مسجات بالخاص، وحتى اني بتذكر كانوا مسجلين مقطع ريل او مقطع من قبل مع بعض. فيعني اتوقع انهم اصحاب، وهذا الشيء يعني كثير مهم لانه بحكي فيه وبرجع لهي النقطة بعد شوي بالمقطع. طبعا الان بعرض لكم رد احمد ابو الرب على الموضوع، الرد اللي كثير ناس شافته شوي مستفز او شوي فيه هجوم على برهوم بكل بساطة. اسمحوا لي احكي شوي، وان كان في جاي بعيد في الموضوع بس مش قادر امسك حالي لازم احكي. احلب بابداع يا عزيزي صانع المحتوى. اذا اسمك صانع محتوى بعرفش كيف انت يعني بتقبل على حالك تنزل ريل وانت بس هيك تعملش اشي يعني. بس حط خطبة الزلمة على الزاوية الله اكبر. يعني بصير عيب 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 عيب، ما بصير انه انت حاط حالك مزهرية في الريل بزبطش. هلا حتقعد تحكوا لي احمد امسك لسانك وابصر شو، انا ما بقدر. طيب بكفي يا اخي، بكفي كلياتنا نسلك. انا لما اشوف اشي مو كويس حصير احكي خلص. اذا انا كلامي غلط قول لي، بس انا ما بقدرش اضل اسلك، ما بقدرش اسلك يا اخي، تعبت التسليك. طيب والآن بعد ما وضح كل شيء لازم الأسطورة دا يجي ويعطيكم رأيه بالموضوع بالكامل. أول شيء وأكبر غلط أنا بشوفه هو العرس كامل اللي صار بكبره حرفيا. وما عم بحكي هون على العرس بين أسامة مروة وشيرين انه ما بلبقوا لبعض او اي شيء من هذا الكلام الفاضي، لا ابدا، بالعكس الله يوفقن وان شاء الله يعني هيك بتكون حياتهم سعيده. انا ما بعرفه شخصيا فاوكي يعني، لا الجواز بيناتهم هم الاثنين ما كان غلط، بس العرس اللي صار واللي انتشر للكل هو الغلط. يعني بالله مثلا شوفوا المشاهير الثانيه اللي تجوزت بدون ما تحكي ولا اي شيء وبدون ما تعرض اي شيء للمتابعين،
عندنا على سبيل المثال بندرتا اللي كان متجوز مرتين أو 3 مرات ما عاد أتذكر وطلق والآن هو مش متجوز. بالله يعني شوفوا كيف الناس ما كانت عارفة إنه متجوز إلا لحتى هو طلع وتكلم ببودكاست إنه هو كان متجوز وبعدين طلق بعدين رجع تجوز بعدين طلق وإلى آخره. فحرفيا بندرتا ما صار معه أي شيء من هاي المشاكل لأنه ما كان حدا بيعرف عن الموضوع بكل بساطة. يعني لو سويتوا نفس الشيء صدقوني الكلام ما كان راح يكون بهذا الحجم. بينما انتم نزلتوا نفس مقطع هيك قصير ترويجي للعرس تبعكم وجبتوا ناس وسويتوا الموضوع كبير وضجة وكل الناس صارت تعرف، فطبيعي يطلع كلام بعد أي عرس، طبيعي جدا. حتى لو ما كنت مشهور طبيعي الناس بعد ما انت تتجوز تحكي على عرسك، ولما اقول لك تحكي يعني تحكي بالاشياء السلبيه. فهذا اول غلط من وجهه نظري. هذا الغلط اللي انا ماني عارف امتى المشاهير تتعلم منه، انه لا تنشر يا حبيبي اشيائك الخاصه على السوشيال ميديا، سواء كان عرس او اذا كان حفله تخرج او لا اوكي حفله تخرج عادي، بس يعني اشياء تانية، يعني الاشياء الخاصه، الاولاد مثلا، الزواج والاشياء الثانيه. يعني انتوا فاهمين قصدي. فشي غلط كبير ومستحيل اني اسويه، مستحيل اني اتزوج وبعدين اعرض الزواج للكل. ممكن اني اذكر انه اوكي انا متزوج وبس خلاص انتهى الموضوع بالكامل، اما اني اطلع واعرض العرس للكل وتبلش الناس كلها تحكي علي فلا، هذا ما اتوقع هذا الشيء بيصير ومستحيل انه يصير حتى لو تزوجت من بنت مشهوره او مشهوره على السوشيال ميديا. اما بالنسبه للشخص الثاني اللي غلط بالمقطع من وجهه نظري واللي هو برهوم مرعاوي، واللي انا شفته انه مقطعه بين للناس بطريقه او باخرى انه يدور مشاهدات، يدور ترند، بده الريل اللي عنده ينضرب، ووقتها كان زواج اسامه مروه وشيرين ترند، فقرر انه ينزع على الموضوع. هذا الشيء اللي انا فسرته بعد ما شفت المقطع تبع برهوم، وهذا الشيء اللي اتضح لي خصوصا انه ما حكى ولا اي كلمه واحده. يعني اوكي انا بشوف شيء على النت ما بيعجبني بطلع بنتقده وبحكي عن الموضوع، بحكي ليش ما عجبني، مش بطلع بس بسوي تعابير وجه وبتمسخر على الموضوع وخلص. فنوعا ما انا بتفق مع كلام احمد اللي صار او اللي حكاه بالمقطع تبعه او بالستوري، لانه انا كمان شفته كضعف الصراحه. يعني يا انتقد زي الناس يا اما لا تنتقد يا حبيبي، وصدقني ما حدا بلومك لو طلعت وحكيت رايك بكل بساطه، انا العرس ما عجبني لانه كذا وكذا وكذا، ما حدا بينتقدك ولا حدا بلومك اساسا. فهذا الغلط اللي سواه برهوم من وجهه نظري، مو انه انتقد، لا بالعكس كثير ناس تنتقد، ولكن الطريقه اللي انتقد فيها هي اللي ما عجبتني. اما بالنسبه للغلط الوحيد اللي سواه احمد ابو الرب هو انه نزل الستوري بكبره. تذكر نقطه انه حكيت لكم انه هم الاثنين اصحاب، فكان بكل بساطه لو احمد ابو الرب راح وتكلم مع برهوم وحكى له انه يا حبيبي الشيء اللي انت سويته غلط لانه كذا وكذا وكذا، والله كان بيخفف وما كان بيصير مشكله بيناتهم هم الاثنين ابدا، خصوصا انهم اصحاب. يعني ما حلوه انه انت صاحبك يروح ينزل ستوري عليك من وراء ظهرك بدون ما يحكي معك بدون ما يتواصل معك بدون ما يقول لك اي شيء. وانا بصراحه ماني عارف هل احمد ابو الرب حكى معاه وبرهوم ما اقتنع وبعدها قرر ينزل الستوري. لو هيك صار الحكي وهيك صار الكلام فيعني بصراحه ما بشوف احمد عمل اي غلط، لانه هو راح يكون بهاي الحاله طلع وحكى مع برهوم وبرهوم ما اقتنع وما رد عليه فهو نزل الستوري. اما لو كان احمد ابو الرب منزل الستوري على طول بدون ما يحكي مع برهوم ويوضح له انه هو الشيء اللي سواه غلط يا حبيبي، فهون احمد انت غلطان انا اسف. يعني فيعني باختصار كلياتنا غلطانين والصح الوحيد هو الاسطوره داي. واكيد يعني المتابعين الرهيبين اكتبوا لي رايكم بالتعليقات، حابب اشوف رايكم صراحه عن الموضوع لانه الموضوع فيه كلام كتير وفيه اطراف كتير وفيه خرابيط كتيره. يعني فيب اكتب لي رايك بالتعليقات، رايك كتير مهم بالنسبه لي، ورجاء اكتب لي رايك بدون اي تهجم او سب على اي طرف من الاطراف، وحتى علي. حتى في ناس احيانا لاني حكيت عن هذول الاشخاص تيجي وبتهجم علي وبتسبني انا بالرغم من اني حكيت رايي بدون ما اغلط على اي حدا. يعني يا ريت كل شخص يعكس تربيته بالتعليقات ويكتب رايه بكل احترام وادب بدون ما يغلط على اي حدا. لا تغلط على برهوم، لا تغلط على احمد، لا تغلط على اسامه وشيرين، ولا تغلط علي، واكتب لي رايك بكل احترام. وبس والله حابب اشكركم حرفيا على الدعم اللي عم تقدموا لي اياه، ألف شكر. وأنا حرفيا بدونكم ما بسوي إشي، يعني بكل صراحة شيلوكم من الكلام النرجسية اللي كنت عم بحكيه إنه أنا الأسطورة والما في زيي والقوي والرهيب. حرفيا أنا بدونكم لا أسوي شيء، فشكرا على دعمكم. وبس والله اشترك في القناة، خلونا نوصل 20,000 مشترك بأسرع وقت ممكن. حط لايك على هذا المقطع، لعل وعسى هذا المقطع ضرب ووصل ترند الأول في الوطن العربي. أوكي مبالغ فيها شوي، ولكن حط لايك، اشترك في القناه لو ما كنت مشترك، واكتب لي رايك بالتعليقات، رايك جدا مهم بالنسبه لي. وبس والله كان معاكم داي وبيس. نملك الخيار وخيارنا الأمل، وتهدينا الحياة أضواء في آخر النفق، تدعونا كي ننسى ألما عشنا، نستسلم لكن لا، ما دمنا أحياء نرزق ما دام الأمل.